السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، يا أهلا وسهلا بكم. النهاردة يا جماعة احنا إن شاء الله هنتفرج النهاردة مع بعض على شارع جمال عبد الناصر. شارع جمال عبد الناصر ده أو تقدر تقول شارع جمال عبد الناصر منطقة الحرفيين. النهاردة إن شاء الله هنتفرج على شارع جمال عبد الناصر. طبعا دلوقتي أنا جاي من موقف العاشر في ظهري، ولو طلعت الكوبري اللي هناك اللي قدامنا ده، طبعا الكوبري اللي بالعرض ده كوبري مشاة. في كوبري يطلعك على جوزيف تيتو وطريق صلاح سالم ومصر الجديدة، والطريق التاني اللي هو من جنب الكوبري يدخلك على جسر السويس وألف مسكن والعرب وشارع الخمسين لغاية روكسي، ويعديك كمان منشية البكري ويدخلك على كوبري الأمة. كل ده طريق واحد عدل. طيب خلونا النهارده نتفرج مع بعض كده الأول على شارع جمال عبد الناصر، ونشوف الشارع النهارده أخباره إيه وعامل إيه. أي وإيه ايه الحفر الجميله اللي احنا بننزل فيها دي. خلينا نشوف مع بعض النهارده شارع جمال عبد الناصر، ونتفرج على الشارع التجاري، الشارع اللي فيه عدد سوريين كتير جدا بيتاجروا في الشارع. طبعا التجاره في الشارع عباره عن اقمشه القماش لمصانع ملابس، اكلات سوريه. طبعا ده الكوبري يا جماعه اللي طلعنا على جوزيف تيتو وصلاح سالم ومصر الجديده، وده كده جسر السويس. يعتبر من هنا كده بدايه شارع جسر السويس. طبعا محطة عدلي منصور ورانا في موقف العاشر. طبعا ده المترو الجديد يا جماعة، ده الخط الرابع بقى، ده شغال بيوديك لغاية العباسية. طبعا شارع جمال عبد الناصر بيبدأ من أول هنا كده، شايف الدخلة اللي جاية دي؟ من أول هنا كده يبدأ شارع جمال عبد الناصر. ده طبعا موقف ميكروباصات، ده الموقف بتاع ألف مسكن لغاية روكسي. طبعا أنا مش عايز كل شوية أقعد أعد لك المحطات. أنت رايح فين يعني؟ راجع بظهر ولا يشغل دماغه اي حد. ده الفرجاني بتاع المنطقه يا جماعه. طبعا زي ما احنا شايفين المنطقه مزدحمه جدا 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 جدا. ده موقف ميكروباصات اللي كنت لسه بكلمكم عليه من شويه. طبعا هنا المنطقه تجاريه سكنيه. شايف هو بيمشي بمزاجه، التوك توك بيمشي بمزاجه. طبعا الكشري هنا طبعا حاجه عاديه جدا. هنا طبعا ده الفرجاني، وده توك توك برده ماشي عادي جدا براحته. ده شارع جمال عبد الناصر يا جماعه. طبعا زي ما احنا شايفين الشارع تجاري من الدرجه الاولى. بص، محلات طبعا وسكني، يعني هو مش محلات بس، لا ده محلات وسكني. طبعا الشارع ده كده اخره يطلعنا على طريق المية. طريق المية ده اللي هو ماسكك او جايبك من شارع 6 اكتوبر. شارع 6 اكتوبر ايه ده؟ جايبك من عند مسترد لغايه ما يوديك بلبيس، طريق واحد. ده شارع جمال عبد الناصر يا جماعه، ودي برضو العماير اللي في شارع جمال عبد الناصر. طبعا حاجه جميله، بس عشان برضو منظمه، يعني ادوار واحده، محدش ينفع يعلى عن التاني. طبعا الجنب الشمال ده عشوائي، يعني بص شويه عاليين، عماره 5 ادوار، عماره 6 ادوار، عماره 7 ادوار. انما الجنب اليمين ده متقسم، يعني بص تلاقي كلها ادوار واحده، يعني 11 دور 12 دور بالكتير قوي يعني. طبعا انت تحس ان انت في سوق، شارع تجاري، تحس ان انت نزلت شارع عبد العزيز. طبعا الشارع احنا هناخده رايح جاي يا جماعه، مش هنبقى رايح بس، لا هيبقى رايح جاي. نتفرج على المحلات اللي على ايدنا اليمين، والبلح الرطب ب 15، والعنب اللي مش حلو اللي هو بالبذر ده ب 17 ونص. 17 ونص يا مفتري. طبعا محلات كتيره جدا زي ما احنا شايفين كده. ده سنتر شاهين اللي على ايدنا اليمين دلوقتي.
طبعا بتوع الخضار بقى والفاكهه في كل حته بقى، يعني فاهمني، ما لهمش مكان معين او سوق معين، لا هم في كل حته. عندك هنا برضو كشري ابو مازن اهو، وقصر الدهان المشويات، وعندك المندي، وعندك حضرموت ورا. لا في شويه محلات بصراحه براندات، حاجه كده عظيمه يعني. وادي عندك ابو الهنا، عندك بحه بتاع السيده عيشه، ده مصمت على فكره بتاع فواكه اللحوم. وعندك دي مؤسسه جوهار التعليميه دي يا جماعه، دي مدرسه جوهار على ايدنا اليمين دلوقتي. دي تمهيدي وحضانه وابتدائي واعدادي وثانوي ولو عايز تخش الكليه هنا ممكن تخش يعني عادي. تيري برشومي طلع اهوت، شكله حلو بصراحه يعني، وشكله متظبط يعني. دي مستشفى جوهر يا جماعه، دي مستشفى خيري، مستشفى جوهر. يعني منطقه جميله بصراحه، تلاقي فيها كل الخدمات، والشارع هنا كل حاجه موجوده فيه. ده غير طبعا بقى ان انت على ايدك اليمين دلوقتي الحرفيين، منطقه الحرفيين، يعني اي قطعه غيار، اي صنايعي، اي صيانه، اي تصليح هتلاقيها هنا، يعني كل حاجه جنبك. عندك برضو ايه تاني يا رب، لا حول الله يا رب، انا نسيت والله كنت اقول ايه. طبعا زي ما انا قلت لكم ده الحرفيين على ايدنا اليمين. يعني المنطقه هنا شامله كل حاجه، كل حاجه، كبده وسجق، كبده ومخ، كشري، سوبر ماركت بتاع سمك، قهاوي، حواوشي، سوق، فول وطعميه، كل حاجه موجوده هنا. مركز طبي، عندك مركز سمك طبي اهو، عندك كبده وسجق موجود اهو، كهربائي موجود، خضار موجود، فاكهه موجود، علافه، عطاره، كل ده طيور على ايدنا اليمين اهو موجود. عندك مركز الرازي الطبي اهو برضه يا جماعه على ايدنا اليمين دلوقتي. فالمقصود ان كل حاجه متاحه في الشارع يعني. ادي بتاع لف مواتير وحاجات زي كده، مراوح، اجهزه كهربائيه. الرمان ب10، البلح الاحمر ب15، مش عارف ايه تاني ب10. لا يعني مقصود ان كل حاجه متوفره هنا، حتى فرن العيش وبتوع السمك هم بتوع الفراخ، بتوع العيش، بتوع الليف، عشان الناس اللي بتحب تستحمى بالليفه، في بتوع ليفه هم، في بتوع منظفات، بتوع خضار وفاكهه على ايدنا اليمين هم، بتوع كاوتش على ايدنا اليمين. الشارع فيه كل الخدمات. يعني انا شايف بصراحه ان الشارع هنا مش ناقصه اي حاجه. يعني لو فكرت تعمل مشروع هنا ما اعتقدش ان انت هتعمل مشروع جديد، انت هتعمل حاجه موجوده. ده كبابجي حكايه اهو، واسماك يونس، يعني بدل المحل فيه منه 2 و3 كمان يعني. ده بتاع اعلانات، ده بتاع موبايلات، ده مخبز سياحي جنبي، ده مركز شباب اهالينا يا جماعه، يعني اللي على ايدي اليمين دلوقتي اللي انا بصور ده مركز شباب اهالينا. ده بقى كشر الامبراطور، ده بقى حاجه تانية بقى يعني. طبعا كده احنا وصلنا يا جماعه لنهايه الشارع، وده طريق المية يا جماعه، ده كوبري ده اللي بيمسكنا طريق المية. تعالوا برضو نلف ونرجع في نفس الشارع. طبعا ده معرض حلويات مولد النبي، كل سنه وانتم طيبين. نلف ونرجع نفس الشارع نتفرج برضو يعني. ده البنك الاهلي برضو. طبعا ده موقف تكاتك، اللي على ايدنا الشمال ده موقف تكاتك، واللي على ايدي اليمين ده توك توك بينزل زبون عادي جدا رافعني وراه ولا يشغله اي حاجه، عادي 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 عادي. الموز ب15، والشمام الصغنن ب10 جنيه. ايه الشمام الصغنن ده، اول مره اشوفه.
طبعا التكاتك هنا ايه، عايز تاخد الزبون من هنا وزيو على طول على بره، مش عايزين بص، ما لهمش دعوه باي حاجه قدامهم. أربعة كيلو وراك ب 280، 2 كيلو بانيه ب 280، 4 فرخات حشو ب 250 جنيه. يا بلاش. طبعا هنا المدقات والحاجات دي كلها ان الاسفلت اتفحت كذا مره. هنا بقى ده بقى عامل عرض بقى، بيضرب بيه العرض اللي ورا، بيقول لك العرض 4 كيلو وراك ب 270 جنيه. ده مصمت السيده زينب. هو مش تبع السيده زينب ولا حاجه يعني، بس هو بياخد الاسم اللي يشدك يعني. طبعا المنطقه هنا مليانه سوريين كتير جدا، سكن وتجاره، كل حاجه. طبعا عندك هنا برضو كازيون اهو على ايدنا اليمين. دي عيادات سما، تحتها صيدليه مكه، طبعا لازم في صيدليه تخدم العياده. يعني تقدر تقول هنا ان المنطقه متوسطه، لا هي شعبيه ولا هي راقيه. يعني المنطقه هنا مش شعبيه قوي ومش راقيه قوي يعني هنا في الوسط، هنا المتوسط. طبعا دي عربيه الزباله، دي العربيه اللي الناس بتيجي ترمي فيها الزباله لان مفيش صناديق. طبعا دي بتاعت الخضار اهو في الشارع عادي. يعني هتنزل تنقي خضارك، تنقي اكلك، تنقي شربك، كل حاجتك اللي انت عايزها تلاقيها موجوده هنا. طبعا بالنسبه للناس اللي بتدور على شقق للبيع، الناس اللي بتدور على شقق للبيع يا جماعه، ان شاء الله ممكن اقدر افيدك في حاجه زي كده. انما الشقق للايجار بصراحه انا يعني ما بعرفش فيها وما بحبش اشيل مسؤوليتها بصراحه يعني. طبعا عادي التوك توك ده عايز يختصر في الوقت، ده كل ده عايز يختصر في الوقت يعني، ولا عادي يعني، ولا يشغله. ده طبعا محلات بقى والادي بيم اهو كمان. يعني الحاجات دي برضو بتعرفك ان المنطقه حلوه، المنطقه شغاله. ده عصاير تبارك برضو، حتى بص الرصه، بص الجمال. الفينش الاخير ده يا جماعه بيبين لك المنطقه، اذا كانت المنطقه عشوائيه ولا شعبيه ولا متوسطه ولا راقيه ولا ايه. كل ده بتعرفه من المحلات ذات نفسها اللي موجوده في الشارع. طبعا اول الشارع ده هو اللي بيبقى فيه المعمعه، هو اللي بيبقى فيه الزحمه. ليه بقى؟ لان اللي داخل ده عايز يشتري بقى من اول الشارع ويركب توك توك يروح على البيت على طول. هو مش عايز يتمشى، لان هو لو اتمشى مش هيتعشى. فهو ما بيحبش يتمشى، هو بيحب ينزل من اول الشارع كده، يقوم ايه واخد كل حاجته لاممها من اول الشارع، وكان الله بالسر عليم وخلاص. ده برضه بيختصر الوقت. مش مشكله عنده، المكنه تتخبط من تحت، الكارتيله بتاعت الزيت تتشرخ، الطبه تتلوح، اي حاجه تحصل في المكنه تبوظ، هو مش فارق معاه، هو فارق معاه ان هو ايه، يوفر الدقيقه اللي هو ايوه. شوف هو ماشي عكس ازاي عادي يعني، هو اهم حاجه عنده ان هو يوفر الدقيقه. طبعا زي ما تاكل بلح رطب عامل 15 جنيه يا جماعه، على ايدنا الشمال هناك اهو.
عندك بيت العطور، عندك دريم 2000. ياه، دريم 2000 ده انا بقالي كتير جدا ما شفتش الاسم ده ولا سمعت عنه، ده انا كنت قربت انساه والله. عندك ادي حضرموت، عندك مونجيني اوريجينال. لا في شويه محلات حلوين بصراحه. حضرموت عنتر، وين عبله يا عنتر، وين عبله؟ طب فين زبله؟ كده احنا طبعا داخلين بقى على اول الشارع. طبعا هي بقى المحلات بقى فلافل ابناء الشام، دول بقى السوريين يا جماعه. طبعا دول بتوع الاكل والشرب، انما في بقى التجار بقى التقايل بقى اللي هم بتوع القماش، دول هنشوفهم بره برضه. والله كنت عايز انزل اسالكم على شنط المدارس عامله كام برضه، اهو برضه تستفادوا وتعرفوا اسعار الحاجه كام. هننزل كل منطقه واسال فيها عن سعر شنطه المدرسه، المقلمه، الزمزميه، اللي مش عارف ايه، الحمصيه، الكلام ده يعني. برضه اهو منك برضه تستفاد وتبقى عارف اسعار الحاجه عامله كام. تعالوا برضه نخش يمين، وطبعا مش هنعرف نخش يمين. اول ما ركنت جيت كله ورايا بيقول لي بيب 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 بيب، مع ان الدنيا اصلا واقفه. واقف، اللهم صل على النبي، في نص الشارع واقف. طب ايه، اتعملت بارك هنا يعني ولا ايه؟ انا معرفش. طب والله شكلها بارك. يا نطاط، يا انت بتعمل ايه ياض؟ الله 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 الله، ايه الماسوره اللي فتحت دي؟ ايه ماسوره العربيات اللي ضربت دي يا جدعان؟ طبعا هو مفيش زحمه ولا اي حاجه، بس طبعا زي ما انت شايف التكاتك عايز يخش يمين في شمال عادي، العربيه واحد راكنني في نص الشارع بيقول لي انا راكن عادي، توك توك جنبي عادي، اي اي اللي نفسه في حاجه بيعملها يا جماعه، من الاخر اللي نفسه في حاجه في البلد دي بيعملها، بس كل حاجه باصول، تعدي الحدود هتشوف كلام مش مظبوط. ده الفرجان يا جماعه بيقول لك شكل علبتك ب 88 جنيه بدل 110. طبعا هنا برضو عندك الحلواني، هنا عارض شكل بايدك 95 جنيه بدل 140 جنيه. ده طبعا الفرجاني ارخص ب 88 جنيه، بس هنا بيقول لك شكل بايدك، هنا هتشكل بايدك ب 95، وهنا برضه بيقول لك شكل علبتك ب 88 جنيه. طب مش فاهم يعني انا هشكل بايدي، طب وهناك هشكل بايه؟ برجلي؟ هنا ده جزاره عنب يا جماعه، محل جزاره كبير. طبعا احنا كده داخلين بقى ايه، مدينه قباء، بس من جوه بقى المساكن بقى. طبعا السكن في شارع قباء نفسه، الشارع العمومي التجاري ده، غير السكن هنا. بص دي الشوارع الجانبيه بقى بتاعت مدينه قباء بقى، اللي قصدي بتاعت شارع جمال عبد الناصر والمنطقه المحيطه. يعني هنرجع تاني الشارع، يعني هنرجع بس هنرجع من الناحيه التانيه. ده يا جماعه الشوارع الجانبيه، ودي العماير بقى. شايف الجمال؟ شايف القمر يا ليلى؟ ده كافيه دهب يا جماعه. اعمل إيه طيب؟ اعمل له ايه طيب؟ ادي كازيون. لا المنطقه كويسه بصراحه.
احنا لو كملنا قدام شويه هنخش على منطقه الحرفيين، بس احنا مش هنخش منطقه الحرفيين دلوقتي. بص منطقه الحرفيين تبدا من هنا بقى، ده قطع غيار مرسيدس. هنا تلاقي قطعه غيار لاي سياره تخطر على بالك وما تخطرش على بالك هتلاقيها في الحرفيين هنا. بس برضو خد بالك ان ما كنتش على علم بالاسعار ما تجيش الحرفيين، ولو مالكش حد في الحرفيين برضو ما تجيش الحرفيين. لازم تكون على علم بالاسعار قبل ما تيجي الحرفيين، ويا اما يكون لك حد. يعني انا واقف عشان خاطر اعديه وهو راح يقف لي هناك. ده ايه الرخامه بتاعتك دي يا اخي؟ اه بص واحد رخم عليه بقى ودخل وانا هخش وراه يلا. بس انا هخش وراه واركن على جنب. زنقت انا التاني ده، والله زنقته. كده بقى الميكروباص ده ملوش حل ان هو يرجع، لان انا اصلا ورايا عربيه. انا ورايا عربيه وقدامي عربيه. كده الراجل ده طلع محترم ورجع تاني اهو، مع ان التاني رخم بصراحه ده يعني. اه اتوبيس مدرسه. اه اتوبيس مدرسه، فبيقف بقى في كل حته شويه ينزل الناس. شوف بقى العربيه المرسيدس بقى والناس المحترمه. طبعا مش كل اللي راكبين مرسيدس كده، لا، في ناس بتحط وشها في وشك كده يقول لك اتصرف، اطلع، طلع نفسك بنفسك. ايه طلع نفسك بنفسك دي يعني حضرتك؟ وانا واقع في بلاعه. ده يا جماعه توحيد النور اهو. ده مركز خدمه سيارات. وجراج. يا سلام، ده طلع جراج ما طلعش مركز خدمه يا جدعان. كده احنا رجعنا تاني لعنب الكبابجي، ورجعنا تاني لشارع جمال عبد الناصر. اعزائي المشاهدين، كده احنا نكون وصلنا بكده، يعني نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة من شارع جمال عبد الناصر، جسر السويس او منطقة الحرفيين. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوناش ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب دعما لمجهوداتنا، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من حلقات شوارع مصر. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم اعزائي المشاهدين. اكتبوا لي في الكومنت لو نفسك تشوف شارع معين، يعني الكومنت اللي هيجيب لي اكبر عدد لايكات ان شاء الله هنزل اصور المنطقة. ونشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة من حلقات شوارع مصر. طب الف لا هرجع يا ماما، راجع عليا الطلبات، راجع. نشوفكم ان شاء الله على خير اعزائي المشاهدين. السلام عليكم.